تغطاناش بعض الفرص اللي كانت واضحه، كانت فرص قليله جدا بين الفريقين، ونتمنوا ان شاء الله ان الشوط الثاني يكونوا المدربين يركزوا على بعض التصحيحات وتحسين المستوى ديال الفريقين حتى هذا الجمهور اللي حاضر يشوف اصابات في المقابله. جاي يعني تكلمتي على يعني المباريات السابقه بالنسبه للفريقين معا، حتى هو يعني تاثير ذهني بالنسبه للاعبين وحتى على المدرب، ضغط على المدرب وعلى الجمهور من طرف الجمهور، يعني محاوله اعطاء ما امكن والخروج بنتيجه ايجابيه يؤثر على المؤدى ديال الفريقين. فهذه حقيقه الان اللي كنشهدوها في البطوله الوطنيه، فالمدربين بجوج عليهم ضغط كبير ولا على اللاعبين بحكم النتائج اللي كما قلت لك النتائج ديال الفريقين بجوج. ففريق حسنيه اكادير الان النتائج ديالو سلبيه، فريق اولمبيك خريبكا حتى هو النتائج ديالو ما كتسايرش الطموحات ديال المسؤولين ولا ديال الجمهور، ونتمنوا على الله ان شاء الله المقابله هذه يخرج فيها فريق اولمبيك خريبكا ب3 نقاط باش يحسن الوضعيه ويتصالح مع الجمهور ديالو ويخوض المقابلات. احنا كنتابعوا بعض المحاولات، يعني اولمبيك خريبكا حاول يسيطر على الاجواء ديال المباراه منذ الدقائق الاولى، ولكن حسنيه اكادير كاد باغت المدافعين ديال فريق اولمبيك خريبكا. فالشوط الاول كما قلت لك ما كانوش فيه فرص كثيره، كانت فرص قليله ومنها فرصه ابرز محاوله ديال حسنيه اكادير، الا ان الحارس محمدينا كان في المكان المناسب واغلق الزاويه على المهاجم، وهذه نقطه تحسب له. بحكم هنا كان خطا في الدفاع سي جي، يعني ان امزيل كاد يعني بغى يوضع المهاجم في خطه الشروط، هو اللي خلى المهاجم ينفرد بمحمدينا، لولا محمدينا يعني كان النتيجه. فهذا